مساء الفل على كل الناس اللي بتتابعنا، ويا رب النهارده يكون يوم جميل على كل الناس يا رب ان شاء الله. هو انا النهارده كاهلاوي مش عارف اكون سعيد ولا المفروض اكون حزين. المفروض النهارده اتبسط ان النادي الاهلي جاب جون في الدقيقه 96 وشويه، ولا المفروض ازعل على اداء 90 دقيقة حاسس ان انا بتفرج على اداء سيء، بتفرج على كرة قدم مش حلوة. ومش بس ان النهارده النادي الاهلي اداؤه مش كويس، ولكن حضرتك لو رجعت معايا بالذاكرة الماتش الاتحاد السكندري اللي الاهلي كسبه 3-0. صحيح الاهلي جاب 3 اجوان في الماتش ده، ولكن كان اداؤه سيء، كان اداء مش كويس، كان اداء فيه رعونه، كان اداء ما فيهوش تركيز، كان فيه ميس باص كتير، ما كانش فيه ضغط على الخصم كتير. ولكن حضرتك تفاجئ النهارده، والماتش اللي فات كمان بتاع فيوتشر، تفاجئ ان الاداء بيتراجع بالنسبه للاعيبه النادي الاهلي. اولا الموضوع ده يتاخد كشقين. هل النهارده يعني لو الاهلي النهارده بالذات لو ما كانش جاب الجون وكسب، كنت هرجع بالذاكره للموسم اللي فات. ده سيناريو مشابه جدا جدا لسيناريو السنه اللي فاتت. النادي الاهلي كان بادئ كويس جدا في بطوله الدوري الممتاز، وكان كسبان اكتر من ماتش في الاول، بدأ بعد كده يقع في سلسله تعادلات خلت الدوري في الاخر راح من النادي الاهلي. فاذا احنا النهارده لما تشوف حضرتك 3 ماتشات للاهلي بالاداء السيء ده، لا يبقى في علامه استفهام، يبقى في تساؤلات لازم نسالها. ايه اللي بيحصل؟ ليه الدروب الشديد ده؟ هل النهارده عشان ما حدش يجي يقول لا ده احنا عندنا اصابات، لا ده احنا عندنا مش عارف ايه، ده ضغط ماتشات؟ لا، احنا لا عندنا اصابات ولا لسه دخلنا في ضغط ماتشات ولا اي شيء. اللعيبه ريحت كويس جدا جدا جدا. المفروض اللعيبه تكون مركزه وتكون موجوده في مود الماتشات، لان انت النهارده ما عندناش الاستعداد اطلاقا اطلاقا جماهير النادي الاهلي ان هي تخسر الدوري الممتاز الموسم ده تحت اي ظرف من الظروف. انا ما كنتش اتمنى اطلاقا اشوف قفشه النهارده في الملعب، علشان اللي عمله قفشه في الماتش اللي فات ما يخليهوش النهارده يبقى موجود في الملعب. انا شايف ان دي غلطه. قفشه كان المفروض يتعاقب عقوبه ماليه وكمان النهارده ما ينزلش الملعب، ولكن دي رؤيه او وجهه نظر الجهاز الفني، احنا ما نقدرش نتكلم عليها ولا نقدر نلوم على الراجل اللي هو ادرى حد بالفرقه بتاعته. ولكن نفسيا ما كنتش حابب اشوف قفشه النهارده، وكان اداؤه النهارده سيء جدا جدا جدا. ديانج النهارده كان اداؤه سيء جدا جدا، كان في ميس باص كتير جدا جدا جدا، مفيش ضغط من الامام زي ما كان النادي الاهلي بيعمل قبل اخر 3 ماتشات دول. كان بيضغط من الامام، كان بيغلط الخصم اللي قدامه، كان بيعمل هجمات مرتده، كانت الاطراف شغاله، كان في تمركز في نص الملعب، كان في تمركز في الناحيه الهجوميه، كان في تركيز اكتر من كده، كان في اندفاع هجومي اكتر من كده، كان الرغبه موجوده اكتر من كده. ولو قعدت اقول لحضرتك كتير هقول لان احنا النهارده كجماهير النادي الاهلي مش هنقبل السنه دي بالذات غير ان احنا ناخد بطوله الدوري الممتاز. حضرتك لو بصيت قصادي على فرقه نادي الزمالك، وفرقه محترمه جدا، وفرقه يعني بتثبت كل يوم ان هي فرقه لعيبه كوره. الناس تعادلوا ماتشين، بدأوا بعد كده سلسلة فوز على طول على طول، وماتشات تقيلة. بيراميدز ماتشات كلها ماتشات صعبة للزمالك، ولكن الزمالك قدر يفوز. وأنا شايف من وجهة نظري الزمالك اللي موقفه على رجليه 4 لعيبة، 4 لعيبة: محمد عواد، أحمد سيد زيزو، والولد ابن الكابتن أسامة نبيه، وإمام عاشور. ال4 لعيبة دول موقفين فرقة. ما بالك أنت عندك النادي الأهلي؟ النادي الاهلي فرقه متكامله، مفيش غيابات، الدنيا زي الفل. عندك في كل خط لعيب واثنين وثلاثه على اعلى مستوى. انت عندك في الدفاع محمد عبد المنعم، محمود متولي، ياسر ابراهيم اللي اداؤه عليه شويه علامات استفهام كتير، ولازم يراجع حساباته ويعرف ان هو بيخطئ اخطاء مش كويسه. يعني هو لازم يعني يمسك في الفرصه علشان الفرصه ما تضيعش منه. عندك علي معلول النهارده اللي كان احسن لعيب في الملعب، احسن لعيب النهارده في الملعب علي معلول. فاذا النهارده ده هيخلينا ندخل لقصه النادي الاهلي هيعمل ايه في شهر يناير. النادي الاهلي هيدعم صفوفه ازاي؟ هل النهارده الكابتن محمود الخطيب هيفك الكيس ويجيب لنا لعيبه كويسه تفيد الفرقه؟ هل النهارده ال1.5 مليون دولار ولا المليون دولار هيجيب لك لعيب كويس يفيد الفرقه؟ انا شايف من وجهه نظري ان سوق الانتقالات في العالم كله بيغلى، وكواليتي اللعيبه
بيعلى برضه في كواليتي كويس، في كواليتي مش كويس، ولكن فين العين الخبيره اللي تجيب الكواليتي الكويس ده؟ غير حضرتك كده ان انت لازم النهارده تضحي شويه وتفك الكيس وتجيب لعيبه غاليه شويه، لان انت النهارده اقل لعيب كويس تحس ان هو هيديك في الملعب 3 ونص مليون دولار. فاذا النهارده انت مطالب ان انت تجيب صفقات قويه جدا جدا، لان احنا داخلين على كاس العالم للانديه. لو دخلنا بالمنظر ده في اداء الثلاث ماتشات اللي فاتوا دول، لا احنا كده مش هنعمل حاجه، هتبقى الدنيا صعبه جدا جدا. وعايز اوجه يعني كلمتين للكوتش كولر. بص، هو احنا لا يمكن نلوم عليك اطلاقا، وانت راجل كويس جدا وشايفين ان انت كوتش محترم جدا جدا، ولكن انا من وجهة نظري شايف ان لازم يحصل شوية ربط، شوية يعني ما يحصلش نوع من انواع الاسترخاء ما بين اللعيبه وما بين المدير الفني. لا، لازم المدير الفني يبقى ظابط ورابط دايما. يعني موضوع قفشه ده ما كانش المفروض يعدي مرور الكرام. مش عايز اقسى على قفشه، ولكن الفعل اللي هي عملها انا بالنسبه لي ما يعملهاش لعيب كبير زي قفشه، والله اعلم بملابسات الموضوع والكلام ده كله. الموضوع التاني النهارده اللي بالنسبه لي قناه نادي الزمالك وايهاب الفولي. اقسم بالله العظيم يا جماعه انا نفسي بجد ادخل جوه دماغ الناس دي واعرف هم بيفكروا ازاي. عايز حضرتك ادخل جوه العقليه دي واشوف ايه اللي هو بيقوله. هل هو بيتكلم بالمنطق وبالحق وبالعدل والكلام ده كله، ولا هو قابض، ولا هو بيقول اي كلام، ولا هو مش فاهم اصلا هو بيقول ايه؟ والناس اللي بتتهم الناس بالباطل لو تعرف عقابها عند ربنا سبحانه وتعالى عامل ازاي، صدقوني مش هيتهموا الناس بالباطل. ايهاب الفولي طالع وبيقول لك الكابتن محمود الخطيب والساعات الرولكس والسويسري لي فايلر، والنادي الاهلي راح كاس العالم للانديه علشان الفيفا مقرها سويسرا. انا لا يهمني ده في الموضوع، يهمني موضوع الساعات الرولكس. هو احنا لسه لحد النهارده لسه في موضوع الساعات؟ لسه حضرتك النهارده الكابتن محمود الخطيب انت مش عايز تسيبه في حاله؟ هل انت النهارده بتتكلم على الساعات الرولكس؟ هل انت عندك حجه وعندك معلومه بالكلام اللي انت بتقوله؟ نفسي ادخل جوه دماغ العقليه دي، ايه اللي هم بيفكروا فيه وايه اللي هم بيعملوه. اي حاجه تحصل للنادي الاهلي سواء كويسه او سواء وحشه، الناس دي مصدره الضوء عليها ومنوراها جامد جدا جدا جدا، وكأن مفيش حد غير النادي الاهلي. النادي الاهلي اللي مشرفكم يا فندم، النادي الاهلي اللي مشرف جمهوريه مصر العربيه بالنسبه لكره القدم. النادي الاهلي الاول افريقيا والثاني عالميا، لازم النهارده يبقى هو متناول في الصحف. ولكن مش كل شيء بالنسبه للنادي الاهلي هو سيء في الاعلام. الاعلام النهارده ما بقاش موازي، ولا بقى يعني عنده عداله ولا عنده اي شيء. هل النهارده في موضوع دوري ابطال افريقيا في حد من المغرب لما كانت المشكله بتاعه الاهلي وخبوا الجوابات والكلام ده كله، هل في قناه مغربيه استضافت واحد مصري وسالته انت ايه رايك في القضيه اللي حصلانه دي ما بين الاهلي وما بين المغرب والكلام ده كله، او نادي الوداد او الكلام ده؟ عمر الكلام ده ما يحصل. لكن عندنا احنا في الاعلام لا، لازم يحصل، لازم يحصل. الاعلاميين على المستوى العام الكرويين بقوا يعني مش عارف، ما فيش حياديه الا ما رحم ربي واحد او اتنين. علشان بس ما نقعش في خطأ الموسم اللي فات يا جماعة، وعلشان برضو تبقى الناس عاقلة والناس فاهمة، لسه الدوري طويل جدا جدا جدا، والاهلي ممكن بسهولة يتدارك الموقف، واحنا متداركين الموقف وما عندناش اي مشكلة. ولكن محتاج اللعيبة يعني تصفي نفسها كده ذهنيا، اللعيبة تفكر كويس جدا، تعرف ان هي تحت مسؤولية كبيرة جدا جدا. اخر موضوع النهاردة بالنسبة لي كلاتنبرج، ويعني في كلمة ونص زي ما بيقولوا كده، انا لحد دلوقتي لسه ما شفتش بصمه واضحه لكلاتنبرج على مستوى التحكيم المصري اطلاقا. يعني عايز اشوف له حاجه كده حصلانه يعني تقول ان الراجل ده فعلا طور من المنظومه التحكيميه، الا حاجات بسيطه زي مثلا ان انت ما بتروح الفار دلوقتي ما بتاخدش وقت طويل جدا. يعني في ما هو مش كلها اخطاء ومش كلها يعني وحاشه، ولكن احنا كنا مستنيين من الراجل الاجنبي ده يحصل غربله في المنظومه التحكيميه اكتر من كده شويه. لسه موجوده اخطاء كتيره، لسه موجوده حاجات كتيره. يعني الجول النهارده اللي اتحسب اوفسايد على النادي الاهلي، انا بصراحه يعني مش عارف ايه الدقه دي. يعني انا مش فاهم ايه الحنتوفه دي، ده يعني ما بتحصلش كتير. وبعد كده حتى يعني على مستوى الاخراج ومستوى التصوير
ومستوى الاداء داخل الملعب بالنسبه للاعلاميين والمصورين والكلام ده كله والناس اللي بتنقل الماتش، بصراحه نقل سيء جدا جدا جدا. يعني نطلع من كاس العالم يا جماعه نيجي نتفرج على الدوري المصري الواحد يحس بالاحباط، نفسي اشوف بلدي كويسه، نفسي اشوف تصوير كويس، نفسي اشوف حاجه يعني محترمه قوي. بالنسبه لنا الدوري المصري قيمه كبيره جدا جدا. فاتمنى ان كلاتنبرج في الايام اللي جايه يضيف للتحكيم المصري، ان احنا محتاجين حاجات كتيره جدا جدا جدا. شكرا لحضراتكم جدا، ولكن ما تنسوش الناس اللي تتفرج علينا تعمل مشاركه للحلقه وتعمل لنا سبسكرايب على القناه بتاعتنا، وكمان نشير كتير الحلقه، ويا رب الحلقه تكون عجبتكم. شكرا لحضراتكم جدا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.